ايوه الصينيه القمر دي هتعمليها بزيت تموين وبسكر تموين وكمان ببيضه واحده. الله على الجمال عايزه اقول لك والشياكه الشكل الجميل وكمان الطعم ولا اروع من كده. جاتوه شاتوه يا بنات بطريقه سهله جدا جدا واقتصاديه وغير مكلفه خالص بالمره. هتعمليه وهتدلعي ولادك ايام المدارس وحاجه كده يفرحوا بيها، وكمان حاجه كده يتسلوا بيها ما بين وقت المذاكره وما بين مروحهم المدرسه والرجوع من المدرسه. تحلية بسيطة جدا جدا وسهلة وبسيطة زي ما قلت لكم، وطبعا ده شعارنا في قناتنا بنبسط الامور ما نعقدهاش. شكلها قمر وكمان طعمها تحفة. جاتوه الشاتوه يا بنات بطريقة ممتازة وكمان ببيضة واحدة، يعني غير مكلف خالص بالمرة. طب ما يلا بينا ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف وصفتنا النهاردة عملناها ازاي. كوباية من السكر الحبيبات العادي الموجود في كل مطبخ، ومعايا كوبايه برضو من الحليب. لو انت حابه تستغني عن الحليب عادي جدا، ما تقلقيش، ما تخليش حاجه توقفك. هنحط كوبايه من الحليب ومعاها كوبايه من السكر وهنحط عليهم الكاكاو الخام. لازم تجيبيه كاكاو خام ويكون عطار كويس، انت ضامنه في المنتجات بتاعته لما تجيبيها منه. طبعا مش هينفع بكاكاو محلى، لازم كاكاو خام. وهناخد طبعا الخليط دوت ونحط عليه ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه بس هتحطيها، ربع كوبايه من الزيت، وهنحط عليهم باكت من الفانيليا. تمام تمام كده حلو قوي. هنضرب الخليط ده يا بنات وهنرجع تاني هقول لكم هنعمل ايه. نضربهم مع بعض كده في الخلاط او في الكبه وتضربهم كويس جدا، وبعدين هقول لكم النتيجه اللي عملناها. كده انا عملت الخليط كان متماسك جدا لان انا حابه اخد منه كوبايه طبعا للتزيين في نهايه الكيك. طبعا الخطوه دي جميله جدا جدا، ممكن بقى تعمليها اللي هي شوكولاته قابله الدهن كده تدهني بيها وش الكيكه او تزيني بيها الكيكه بتاعت اللي احنا عملناها النهارده. خدت كده كوبايه من الخليط اللي عملناه مع بعض وهحطه في التلاجة يتماسك شويه عبال ما اخلص. اهو كوبايه الا ربع هخلص كميه او هخلص الوصفه بتاعتنا اللي هي الكيكه او جاتوه الشاتوه زي ما بنقول. ببيضه واحده طبعا هنعمله النهارده. حطيت انا كده زودت كمان نص كوبايه من الحليب على كميه الخليط اللي ضربتها معاكم في الخلاط، لان انا خدت منه فلازم اضاعف الكميه شويه. حطيت نص كوبايه تاني من الحليب وحطيت بيضه واحده. تمام طبعا انا حطيت بيضه وحطيت ورقه، كنت حاطه ورقه من الفانيليا. لو انت عندك خل ممكن تحطي معلقه كبيره من الخل على الخليط دوت وتضربوهم تاني في الخلاط. تمام كده تمام كده. هجيب البوله بتاعتي او اي حاجه هتقلبي فيها المكونات بتاعتنا. حطيت كده الخليط زي ما انتم شايفين، وهبدا اضيف عليه الدقيق او المواد الجافه بمعنى اصح. الدقيق بتاعنا طبعا انا كنت نخله شايلاه على جنب، فعشان هعمل بيه الوصفة فرحت طلعته وهنخله تاني معاكم برضو دلوقتي. وهنقلب كده الخليط كله مع بعضه قدام الكاميرا عشان ايه؟ طبعا متابعينا حبايبنا، طبعا كل البنانيت الحلوين سنة اولى مطبخ والبنات اللي بيحبوا يساعدوا ماما. يلا شوفوا بقى وصفة النهاردة وجربوها يا بنات، ويلا اقف في المطبخ اعملي حاجة حلوة كده. وبما ان الشتاء داخل علينا بقى فالوصفات دي لازم تكون في كل مطبخ. وكمان وصفة سهلة وسريعة ممكن تعمليها لو طب عليك ضيوف فجأة، هتعملي تحلية حلوة كده ليهم، وكمان غير مكلفة خالص بالمرة. ضفت كده الخليط يا بنات اهوت وضفت عليه الدقيق ونخلته كويس. طبعا الخليط ده انا كنت نخل الدقيق كنت نخلاه قبل كده، حبيت انخله تاني برضو عشان يخلي الكيكه بتاعتي متفتحه وما تكونش مكتومه. بدات اقلب الخليط كده مع بعضه اهوت بالشكل دوت لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها. في الوقت دوت كنت مولعه الفرن، لا بكون مولعه الفرن وانا بقلب في خليط الكيك بالشكل دوت. ضفت بقى على المكونات بتاعتي كيس من الكيك شيف او البيكنج باودر المتاح عندك طبعا، بس انا بحب اشتغل بالكيك شيف يا بنات. فرحت فتحت كده الكيس وحطيته على خليط الكيك وقلبت كده تقليبه حلوه مع بعضه. هقولك على حاجه حلوه البنات الحلوين الجداد، هتختبري الكيكه بتاعتك ازاي اذا كانت محتاجه ميه او حليب او محتاجه دقيق. هترفعي كده بالمعلقه او السباتيولا اللي انت بتقلبي بيها بالشكل دوت كده، لقيتي الخليط بيتقطع منك يبقى هو كده في حاجه غلط. يا اما محتاج معاكي حليب لانه تقيل، يا اما محتاج معاكي دقيق لانه خفيف. لقيتي السرسوب اللي نازل كده لما بترفعي بالسباتيولا او بالمعلقه نازل خيط واحد يبقى كده تمام، الكيكه ممتازه مش محتاجه بقى حاجه. كده انا قلبت كل المكونات وضفت طبعا حبه من الحليب لان الخليط كان معايا تقيل شويه، يبقى انا ضفت حبه من الحليب تاني على الخليط بتاعنا. جبت بقى كده الصينيه ودهنتها دهنه من السمنه. طبعا هتحطي دهنه سمنه او زيت او اي حاجه يعني اي ماده دهنيه عندك. وهبدا انزل بالخليط بتاعي كده في الصينيه بتاعتنا.
في الوقت ده زي ما قلت لكم مولعه الفرن على درجه حراره 200، وهندخل الصينيه بتاعتنا على الشبكه كده في النص. طبعا الكيكه دي مش بنشغلها شوايه خالص، احنا بنحطها بس على الشبكه كده في النص لحد ما تستوي تماما، وريحتها هتطلع كده وتفحفح في البيت. وبعدين تختبريها بالخله او عصيان الشيش طاووق، تختبري بها كده الكيكه بتاعتك. طلعت معاكي العصايه نظيفه، هي كده تمام مستويه وتمام. طبعا الكيك بالشوكولاته يا بنات ما بيتاخرش في الفرن كتير زي الكيك اللي هو العادي. رحت بقى بعد كده بعد ما استوت اهو اللهم بارك، سبتها شويه بتفتحي الفرن. هقول لكم برضه عشان من ضمن الاخطاء اللي كانت بتحصل معايا في الكيك، كنت بفتح الفرن عليها مره واحده، مجرد ما اطفي الفرن فراحت تروح تاخد واخده هوا تهبط كده، تلاقيها كبست في بعضها. فبروح بقى مواربه الفرن بس كده بعد ما بطفي النار، وارب باب الفرن عليها، يعني ارده شويه كده واسيبها بقى شويه بتاع لحد ما تبرد خالص في الفرن، واروح مطلعاها. عايزه اقول لكم طريه وجميله جدا جدا، مش مكتومه خالص، مش ناشفه، وشها مش ناشف، هي مجرد ما استوت انا طفيت الفرن ما سبتهاش نشفت. تمام. زي ما قلت لكم الكيكه بالشوكولاته ما بتاخدش وقت في الفرن زي الكيكه اللي هي بالبرتقال العاديه او بالفانيليا. ليه؟ لان التانية بتعوز الوش بتاعها ياخد لون شويه، دي لا مجرد ما بتستوي خلاص بتطفي عليها النار. تمام. طبعا رحت بقى حطيت الكريمه او الشوكولاته اللي عملتها معاكم كده في اول الفيديو كانت في التلاجة، طلعتها ودهنت بيها كده وش الكيكه بتاعتي القمر دي اهو بالشكل بسيطه جدا يا بنات والله، مش هتاخد منك وقت خالص في تحضيرها، وكمان هتبقى حاجه حلوه كده للولاد ياكلوا منها. عايزه اقول لكم بسيطه والله، ما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود، ما بتاخدش مقادير كتير، زي ما قلت لكم عملناها باقل المقادير. ورحت بقى بعد ما دهنت كده الوش، شايفين السكينه بتسرح فيها سرح يا سيدي، جميله والله عجبتني قوي. انا مش اول مره بعملها، انا بعملها على طول، بس يعني انا حبيت اصور معاكم الفيديو ده كحاجه كده ايام المدارس تعملوها للولاد، ونشارك مع بعض الفيديوهات اللي بنعملها كده. وطبعا يا رب تعملوها وتطلع معاكم احسن مني مليون مره. ربنا يحسن ما بين ايديا وايديكم يا رب العالمين، ويجعل دايما السعاده دايما ماليه بيوتكم وقلوبكم. حبايب قلبي احلى متابعين والله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو الجميل ده يا بنات، وتعملوا له شير لكل اصحابكم وحبايبكم علشان الكل يستفاد من الوصفه بتاعت النهارده، وكمان انا استفاد بقى ما نعمل شير كده الفيديو يتشارك مع اكتر عدد من المشاهدين، ونقدر باذن الله كده القناه بتاعتنا توصل لمكانه كده ترضينا وترضيكم، يعني نوصل كده لمكانه عاليه بقى، ونوصل لعدد كبير، نبقى عيله كبيره اسره كبيره كده في القناه. يا سلام، ده حلم بعيد ده ولا ايه؟ لا طبعا مش بعيد ولا حاجه، بدعمكم ليا وبنفسكم الطويل معايا هنقدر نوصل باذن الله تعالى. بحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.